نعم. عندنا مقولة تبارك علينا يا فلان. نعم. فإذا كانت لا تجوز فكيف التوفيق مع قول أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ نعم. جزاك الله. يقولون كلمة تبارك خاصة بالله عز وجل، وأما نزلت فينا البركة حين نزلت أو ما شابه ذلك فلا بأس بها، لكن تبارك بهذه الصيغة يقولون إنها خاصة بالله، والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبدا، وإنما يقصدون بقولهم تبارك علينا أنه حصل في مجيئك بركة وخير. ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى أن البركة في شخصه فقط فهذه حرام، وإن كان البركة أنه أسدى إليهم علما بأن جلس وعلمهم مثلا أو نفعهم بمال فهذا حق، وإلا فهو كذب لا يجوز.